بلاتي دائما كتسمع ديك الدعوه ديال سير الله يسترك بيستريه، ولكن راه قليل فينا اللي عارف القيمه ديال هذا الدعاء هذا والستر ديال الله سبحانه وتعالى العظيم علينا حنا. داكشي علاش الشباب في هذا الفيديو هذا كاينه واحد القصه غتزيد تبين لك المعنى الحقيقي ديال هذه الكلمه هذه، ديال هذا الدعاء هذا ديال ستر الله. داكشي علاش خليك معايا في هذا الفيديو، غادي تعرف بزاف وغادي تفهم بزاف د الحوايج. القصه ديالنا الشباب كانت في عهد سيدنا موسى عليه السلام مع القوم ديالو بني اسرائيل. في واحد الفتره طويله بزاف ربي سبحانه وتعالى ما نزلش عليهم المطر. واحد النهار سيدنا موسى عليه السلام جمع القوم ديالو ومشاو بقاو كيصليو وكيدعيو الله سبحانه وتعالى انهم يغيثهم بالمطر، ولكن واخا كيدعيو والو ربي سبحانه وتعالى ما غاتهمش بالمطر. وهنا ربي سبحانه وتعالى غادي يكلم سيدنا موسى عليه السلام وغادي يقول ليه: يا موسى، إن بينكم رجل عاصي عصاني 40 سنة، إن خرج منكم أنزلت عليكم المطر. هنا سيدنا موسى عليه السلام غادي يرجع لعند القوم ديالو وغادي يقول لهم أنه راه بيناتنا واحد الرجل عاصي عصى الله سبحانه وتعالى 40 عام، وباش ربي سبحانه وتعالى ينزل علينا المطر خاص هذا الرجل هذا يخرج منا باش ربي سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته. هنا ديك الرجل العاصي غادي يشوف في القوم وحتى شي واحد ما غادي يخرج، وهنا غادي يعرف بانه هو المقصود. غادي يجلس للارض وغادي يبقى يدعي الله سبحانه وتعالى، غادي يبقى يترجى الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا ربي انا تبت ليك، يا ربي تسرني، يا ربي ما تفضحنيش مع القوم ديالي، يا ربي يا ربي تسمح لي، ويا ربي تجاوز عليا هذيك الاخطاء اللي كنت كندير. قبل ما يتم الدعاء ديالو ربي سبحانه وتعالى غادي ينزل المطر على القوم ديال سيدنا موسى عليه السلام. هنا سيدنا موسى عليه السلام غادي يتعجب وغادي يسأل الله سبحانه وتعالى وغادي يقول له: يا ربي انت قلتي لي ان فينا واحد الرجل عاصي وخاصو ضروري يخرج منا، ولكن انا ما شفت شي واحد خرج منا وانت برحمتك نزلتي علينا المطر. ربي سبحانه وتعالى غادي يقول سيدنا موسى عليه السلام: هذا الراجل كان كيعصيني 40 عام وسترته، ودابا تاب ليا، ما غنفضحوش ما بين القوم ديالو، وهو تايب ليا وكيستغفرني. هاد القصه هذه الشباب كتبين المعنى الحقيقي ديال ستر الله سبحانه وتعالى، لان ربي سبحانه وتعالى لا فضح داكشي اللي ما بيناتنا وما بين الله سبحانه وتعالى مصيبه كبيره. ربي سبحانه وتعالى كنطلبوه دائما يسترنا بيستريه ويجعل تحت الستر شيئا يرضيه. ربي سبحانه وتعالى مطالع علينا وعارفنا شنو كنديرو وكيسرنا، ونطلبوا من الله يتجاوز الاخطاء ديالنا، ونطلبوا من الله يدوم علينا الستر ديالو. داكشي علاش الشباب هاد الدعاء هذا القيمه ديالو كبيره بزاف، والستر ديال الله سبحانه وتعالى كبير بزاف علينا حنا كعباد ليه، والفضل ديالو كبير بزاف. داكشي علاش الشباب نحاولوا دائما نديروا داكشي اللي كيرضي الله سبحانه وتعالى. كنخطئوا وربي يتجاوز علينا. اذا وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى يعجبكم ونتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. كما كنقول ديما ما تنساونيش بلايك وكومونتير وبارطاجي مع لي زامي الا كان هادشي اللي كندير كيعجبك. وما تنساش دوز عندي الانستغرام وفيسبوك كندير شي حاجه زوينه. كان معكم خوكم عبد الاله عزوزي، السلام عليكم.